ما تسألش مجرب، اسأل المهندس. لو انا وحدتي بيت او فيلا، اعمل الواجهه الاول ولا استنى لما اشطب خالص وبعدين اشطب الواجهه في الاخر؟ خلينا متفقين عشان الموضوع ده مختلف شويه. انا لو مقاول وببني لحد البيت هشطب له الواجهه عشان اخد منه فلوس. انما لو انا كلاينت ببني لنفسي وبشطب لنفسي ما اقربش من الواجهه. ليه؟ بعمل تصميم للواجهه عن طريق مهندس تصميم اكسترنال خارجي، وبعد اعمل التصميم الخارجي بحط فيه اضاءه، اوزع كهرباء، اعمل طاقه شمسيه، اعمل اللي انا عايزه كله في الواجهه، اوظف الخامات صح، احط حجر، احط دهانات، احط الاشكال بتاع زي ما انا عايز، واشطب جوه. وانا بشطب جوه اجيب الكهربائي يعمل لي كهرباء بره. انما انا اشطب بره واجي اشطب جوه تقول لي زود لي اضاءه مكسله كل الرخام وكل الحجر اللي انت مركبه والدهانات عشان بعملها الشغل بره. مش صح. يبقى الصح ساعتك ولا تشطب جوه ولا تشطب بره الا لما يخلص المهندس يخلص التصميم جوه وبره، عشان تعرف هتشغل بند ايه امتى وفين بس.